رحلة مع نبات البردي. وهذه الصورة لنبات البردي في مناطق زراعته. أيضا الصورة توضح لنا نبات البرد في تربته الزراعية. توضح هذه الصورة سيقان عيدان البردي، وقد قطعت ووضعت في إناء به مياه للمحافظة على نضارته لحين تصنيعه. هذه الصورة يشرح فيها الصانع بداية تصنيع نبات البردي، وقد أخذ جزء من ساق النبات وأزال عنه لحاءه، وبعد ذلك نرى كيفية التصنيع. وهنا توضع في بعض المواد ويتم رص الأوراق بطريقة عرضية وطولية فوق بعضها البعض، ويستأنف عملية التصنيع. هنا الطلبة يشاهدون عن قرب الصانع وهو يقف. هذه الصورة أيضا تدل على فرحتهم بما قاموا به وما شاهدوه من مرحلة تصنيع نبات البرد. هنا يستكمل لنا الصانع عملية كبس عواد السيقان، وهي مع مرحلة من مراحل التصنيع. هنا الصانع يستعرض لنا خروج الورقة النهائية وإعجاب الطالب بها. هنا الأستاذ قائد المجموعة وقد مسك بيده ورقة من أوراق البردي ويفكر متى تزدهر هذه الصناعة مرة أخرى، خاصة بعد تدهورها بعد ثورة 25 يناير، ونأمل أن تلاقي نظرة من المسؤولين. في نهاية هذا العمل نهيب بالمسؤولين وبالمهتمين بصناعة البردي الاهتمام بها لكي تعود وتزدهر مرة أخرى، ونتمنى لكم التوفيق.